كان نفسي تكون موجود معايا في يوم زي ده يا بابا. حاسس ان انا لوحدي قوي، وضربات قلبي كده زايده شويتين. اصل يعني برضه لو عريس جديد وكده بيبقى محتاج حد ينقل خبراته، حد يتكلم معاه في تفاصيل الجواز. بس انا ما لقيتش، قلت اتصرف. فحاولت اتكلم مع تشات جي بي تي، ما خدش ودة معايا في الكلام، غالبا لاني مش مشترك في البريميوم. قلت اتكلم مع عماد، بس يعني عماد فتاي شويه ويعني في النهايه بكلمه على مراتي، فحبيتش يعني. وبصراحه خايف اعتمد على سجقيه تاذيها. بس يعني اللي مطمني شويه ان انا وكوثر كنا خارجين مع بعض في السينما في اخر كرسيين كده. رحت بوستها وهي قالت لي ياه اخيرا. بيني وبينك يعني اخيرا دي مطمناني شويه، حاسس ان هي اجرأ وممكن تسوق. على رأي المثل، مش مهم مين اللي يسوق، المهم نوصل للموقف. عارف ان انت دلوقتي بالنسبة لي شخصية مزدوجة، فلو انت بابا بتاعي فانت اكيد في الجنة. اما بقى لو بابا حجاج فالله اعلى واعلى، يدعي لي. اه عاوز اقول لك ما تزعلش مني ان انا بتجوز قبل ال40 بتاعك، بس انا برضو لازم اتجوز قبل ال40 بتاعي، ما انا حاجة و30 سنة. انا عاوز اقول لك ان من ساعة موتك في حاجات غريبة قوي عمالة تحصل لي، لدرجة ان لحد دلوقتي مش عارف اوزع قرص رحمة ونور على روحك. ما جاتش قرصة مناسبة. انا عارفك يعني بتحب الهزار ده فقلت اديك واحدة كده. يلا ربنا يرحمك يا بابا.